السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. أول مرة أعرف يا جماعة إن مدام هناء بتشد الأطفال لقناتها بجنى وويلي بحركات قذرة. نفسي أفهم ايه الحركات القذرة اللي مدام هناء بتعملها وتشد بيها الأطفال. أنا عن نفسي بشوفها بتكلم القطة عادي زي أي حد ما بيمسك القطة بتاعته ويتكلم معاها. يا جماعة يمكن أنا عينيا نظري ضعف، ما أنا نظري ضعيف يا جماعة دلوقتي، عشان كده ما بتشوفونيش كتير. يمكن أنا نظري ضعف ما شفتش. طب اللي شاف حاجة، اللي شاف أي حد مدام هناء بتعمل حاجات قذرة بتشد بيها الأطفال يقول لي. يمكن أنا نظري ضعف وداني ضعفت فمش واخدة بالي. يمكن الناس التانية شايفين وسامعين، وانا عشان نظري ضعف وسمعي تقل فمش واخدة بالي. لا ومش كده وبس، كمان الشباب قدرت تشد الشباب كمان، لان القناة بقى فيها حرية زيادة. ايه الحرية الزيادة اللي مدام هناء بتعملها؟ قولولي انتوا، الناس تقولي ايه الحرية الزيادة اللي مدام هناء بتعملها في الفيديوهات بتاعتها بتشد بيها الشباب. يا ترى ما انا قلت لكم يا جماعه انا نظري ضعف خالص بسبب التليفونات وبسبب القناه، عشان كده ما بتشوفونيش وعشان كده ما بكونش موجوده. يا ريت تقولوا لي وتعرفوني عشان ما ابقاش قاعده كده مش شايفه. يا ترى مدام هناء مثلا بتبقى لابسه مثلا محزق وانا بشوفها لابسه لبس واسع؟ يا ترى مدام هناء بتبقى لابسه مثلا طالعه بشعرها وانا بعينيا بتجيبها بالتحجيبه؟ يا ترى هناء بتبقى لابسه لبس محزق وملزق وانا بشوفها لابسه ما شاء الله فضفض؟ ما حد يقول لي يا جماعه انا مش شايفه. انا بقول لكم انا نظري ضعيف خالص، عشان كده ما انتش بتشوفوني في القنوات كتير، ما انتش بتشوفوني. حتى الفيديوهات بتاعتي قلت، حتى ما انتش بخش عند اي حد غير نادر جدا. فانتوا فهموني يعني، ما تسيبونيش كده انا قاعده عينيا مش شايفه. فهموني، انا فهموني. مدام هناء بتطلع الفيديوهات بتاعتها بلبس محزق وملزق عشان كده الشباب جذبه الشباب؟ يمكن انا يمكن هي بتطلع بمحزق وملزق وانا عينيا جايباها ما شاء الله لبسها حلو وجميل وما فيهوش اي حاجه. يمكن هي بتطلع بصدرها عريان مثلا بتشد الشباب وانا شايفاها الست لابسه تحجيبه ومحترمه وصدرها مقفول وما فيش الحاجات دي. فعشان كده يا ريت كل اللي يخش يكتب تعليق يقول لي انت بتشوفي ولا ما بشوفش. يمكن انا ما بشوفش يا جماعه، يمكن انا نظري راح خالص فعينيا مش شايفه مدام هناء لابسه ايه وايه الحاجات التحرر اللي في القناه بتاعتها اللي بتعملها اللي بتخلي الشباب ما شاء الله عليها كتير جدا عندها الشباب. ففهموني والله يا جماعه. حرام نقول حاجه مش موجوده في الست. يعني احنا شايفين الست بتطلع ست محترمة، ست مؤدبة، ست لابسة لبس كويس مش محزق ولا ملزق، ولا هي من النوع اللي مثلا لما تيجي تصور تدي ظهرها للكاميرا، ولا الكلام اللي احنا بنشوفه في بعض القنوات. ابدا، الست بتطلع محترمة وبتتكلم بأدب وبذوق وباحترام مع الناس. انا مش فاهمة يعني انتوا بتشوفوا حاجات احنا ما بنشوفهاش يا جماعة. طب انا نفسي افهم، انا بلاقيهم بيقولوا كلام غريب انا معرفش بيتجاب منين. يعني انتوا بتسمعوا وبتشوفوا كلام يعني احنا ما بنشوفوش. يعني انا بسمع مثلا الفيديو بتاع مدام هناء من اوله لاخره، ما بلاقيش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. جبتوه منين يا جماعة؟ انا نفسي افهم الكلام ده بيطلع منين وجبتوه منين. نفسي افهم عشان حد يفهمني، يعني حد يفهمني يقول لي انت ما بتشوفيش، انت ما بتسمعيش. لا ده الفيديو بيقبله كمالة انت ما بتسمعهاش. ما الواحد هيتجنن يا جماعة. الواحد بجد، انا ليا اللي طالع لي قدامي، ليا الفيديو بتاعها، ليا الفيديو بره الفيديو بتاعها، انا ماليش دعوة.
انا ماليش دعوه بره الفيديو حلوه وحشه كويسه مش كويس، انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها. انا بتكلم على الصوره اللي انا شايفاها قدامي، بتكلم على الكلام اللي انا بسمعه بوداني. غير كده مدام هناء خرجت، مدام هناء دخلت، مدام هناء راحت، مدام هناء جت، مدام هناء ناقص تعدوا النفس اللي هي بتتنفسوا عليها. انا كل القصص دي ما تهمنيش، انا ليا القصه اللي بيتعرض قدامي. اللي بيتعرض قدامي ده انا ما بشوفش الكلام اللي انتوا بتحكوه ده بتجيبوه منين. يا ريت حد يقول لي، يا ريت حد يقول لي الكلام اللي بيطلع ده بيطلع ازاي. وبعدين كمان اللي بيقول يعني الواحد مش عارفه اقول ايه. يعني بيتكلموا على ايام مدام هناء ما راحت الكعبه والفيديو بتاعها كان طالع وشها اسود اسود، يعني عشان ربنا غضبان عليها. انتوا عرفتوا منين اصلا ان ربنا غضبان عليها؟ نفسي افهم دي، عرفتوا منين ان ربنا غضبان عليها؟ عشان تقولوا كان طلع وشها اسود، الناس بتروح هناك بتطلع وشها منور، ومدام هناء كان وشها اسود في الفيديو، عشان كده ربنا كان غضبان عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. وبتتكلموا كمان عشان مدام هناء بتعمل اسحار ومش اسحار لا حول الله يا رب. وان في ست راحت عند الكعبة وما شافتش الكعبة. الست اللي راحت عند الكعبة دي وما شافتش الكعبة كانت استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، كانت بتعمل أعمال وتحطها في الميتين، تدفنها مع الميت، عشان كده ما شافتش الكعبة. لكن مدام هناء بتعمل ايه؟ يعني قولوا لي انتوا دخلتوا في علم ربنا، عرفتوا ان ربنا راضي عن مدام هناء ولا ربنا غضبان عليها عشان تقولوا الكلام ده؟ طب ما يمكن الفيديو بتاعها كانت واقفة في مكان، المكان ده كان ضلمة مثلا. ما كلنا بنعمل فيديوهات وساعات بنقول الوش طالع غامق، او بتصوري حد وتقولي لا ده انت مسوداها خالص في الصورة، لا اقفي في المكان ده عشان الصورة تطلع منورة. عادي جدا. ما هي ساعات مدام هناء بتيجي تعمل الفيديو وتقول لا يا جماعه كده الكاميرا كده الصوره طالعه غامقه كده طالعه، وبتنقل الكاميرا بتاعتها او بتظبطها عشان الصوره تطلع الناس تشوف الصوره طالعه منوره. ايه المشكله يعني؟ ما يمكن حصل كده في اليوم ده. دخلتوا في علم ربنا؟ يعني انتم دخلتوا في علم ربنا وعرفتوا ان هي كانت طالعه الصوره بتاعتها غامقه ولا سودة عشان ربنا مش راضي عنها؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. عيب الواحد يقول ان ربنا، واحنا دخلنا في علم الغيب والست بتسحر وما بتسحرش وجوزها ولا طليقها طلع قال انا كنت مسحور؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكمان دخلتوا في حتة إن الست كل شوية تقول أنا كنت بصلي الفجر، ولا أنا صليت العشاء، ولا أنا الست بتتكلم بتلقائية، الست مش قاصدة، يعني الست مش قاصدة تعرفنا إن هي بتصلي ولا بتصوم، ولا الست بتتكلم في الأحداث اليومية بتاعتها، بتقول صحيت بدري صليت الفجر، أو قبل، أو دلوقتي أنا هخش مثلا هصلي العشاء وأدخل أنام. إيه المشكلة يعني إنها بتقول كده؟ بتقولوا عليها كدابة ليه؟ قال من كتر ما بتقول انا صليت 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 فهي كدابة. لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الواحد ما يقدرش يقول على حد كداب خالص خالص. انت مثلا انتوا ما عشتوش معاها، ما شفتهاش في بيتها بتصلي ولا ما بتصليش، فعشان كده مدام الست قالت انا كنت بصلي، خلاص الست كانت بتصلي. ما نقولش لا ده هي من كتر ما بتقول بصلي بصلي تبقى هي ما بتصليش وتبقى كدابة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين كمان طالعين تقولوا إن هي لا هتقدر تروح السعودية ولا هتقدر تسافر مصر. ده كلام بس هي بتقوله. ليه ما تروحش السعودية يا جماعة؟ ليه هي مدام هناء يعني عاملة جريمة كبيرة عشان يحطوا اسمها في ترقب الوصول؟ يعني مدام هناء قتل قتيل يعني عشان يحطوا اسمها في ترقب الوصول هناك؟ ولا هتقدر تنزل مصر؟ ليه ما تنزلش مصر؟ عشان طليقها عامل لها ترقب وصول. برضك هي مدام هناء عملت جريمة يعني في مصر؟ هو اي واحد يروح يعمل محضر في واحد يقوم حاطينه على طول ترقب وصول؟ هو المحضر ده على طول النهاردة عملت محضر بكرة فيه ترقب وصول؟
ده ما فيش اكتر من المحاضر اللي بتتعمل، والمحاضر بتاخد وقت ياما، وبعدين هيعملوها ترقب وصول ليه؟ طب هيبقى شكلكوا ايه طيب لو مدام هناء راحت السعودية ونزلت مصر؟ يعني شكلكم هيبقى ايه؟ هتقولوا ايه ساعتها؟ اكيد هتدوروا وتدوروا وتدوروا على مبرر تقولوا عليه ان هي دخلت مصر بالطريقة دي. يمكن مدام هناء تخش متخفية، يمكن عشان كده هتقدر تدخل مصر. يا جماعة قولوا كلام الواحد يقدر يصدقه، قولوا كلام. يعني ليه يعني هيستنوها في المطار عشان ايه؟ ترقب وصول ليه؟ هي مدام هناء لا قدر الله عامله جريمه يعني، ولا هي عامله حاجه وحشه يعني مثلا؟ مستنظرينها في المطار اول ما تيجي يقوم قابضين عليها؟ ولا قدر الله بعد الشر تاجرة مخدرات يعني مثلا، مدخله بلاوي مصر يعني، عشان اول ما تخش المطار يقوم قابضين عليها؟ وغير كده انتوا مش سايبينها في حالها. الست بتغير، الناس عمالين يقولوا لها غيري غيري غيري، وهي مليون مره تقول للناس انا بحب الستايل القديم، انا بحب الستايل القديم. ورغم كده الست بدأت تغير برضك، وبدأت ترمي، وبدأت تسمع كلام متابعينها. لا ده ما بيهونش عليها، دي جعانه، دي لا ده ما ده يعني ماسكه على القرش، وبيتها المعفن، وعزالها القديم اللي مش هين عليها تجيب لنفسها. هي قالت بدل المره مليون مره انا بحب الستايل القديم. ورغم كده الست عملت فيديو برضك وقالت انا هجمع الحاجات القديمه في الناحيه دي وهجيب حاجات جديده في الناحيه دي، برضك بترضي الجمهور بتاعها. حتى فيروز قالت لها هنعمل كذا ونعمل كذا، والناس كتير قالوا لها امشي على نظام فيروز، وفيروز عندها ستايل حلو وكده. في الست مش ممانعه، مع ان الست بتحب 100 مره بنقول بتحب الحاجات القديمه. هو انت اي واحده فينا ترضى ان حد يخش يعدل عليها يقول لها لا ارمي الطقم ده وهاتي طقم تاني، ارمي المطبخ ده وهاتي مطبخ تاني، ارمي السفره دي وهاتي سفره تاني؟ ما كل واحد حر. وبعدين الست مال بيتها، مال بيتها وحش في ايه مش عاجبكم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الواحد يعني بتدخلوا نفسيكم في حاجات، ولو الست ما عملتهاش تبقى هي ما بيهونش عليها تصرف، دي بخيلة، ما بيهونش عليها تغير في العفش بتاعها. هي عاجبها نظامها كده، هي عاجبها بيتها كده، ورغم كده بتحاول الست ترمي وبتحاول تجدد على قد ما تقدر، برضك بتراضي المتابعين بتوعها. فما تطلعوش بقى انتوا تقعدوا تقولوا بخيلة وما بيهونش عليها وي 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 وكلام كتير في حق الست. حتى الراجل اللي تقدم لها ما سلمش منكم، باردك عمالين تتنمروا وطالعين تقولوا لها انت بتحبي الشاب الوسيم، انت نفسك في خيالك كده تتجوزي واحد وسيم شاب صغير. الست ما قالتش كده يا جماعة. وبعدين الست ما راحتش جابته، ده واحد اتقدم وهي كمان قالت انا ما اتجوزش واحد اصغر مني كل المدة دي كلها. هي الست بتقول لا اما واحد قريب من سني او اكبر مني. قريب من سنها يعني مثلا في سنها اصغر منها سنة 2 3 4 سنين، لكن ما قالتش مثلا اتجوز واحد اصغر مني. وما قالتش برضك قبل كده قلتوا ان هي بتقول ده فرق بيني وبينه سنة. الست عمرها ما قالت الكلمة دي. وبعدين هي حتى لو اتجوزت واحد اصغر منها، احنا مالنا؟ انتوا مالكم؟ هي حرة في نفسها. هو احنا هنيجي نقول لك انت اتجوزي ده وما تتجوزيش ده؟ هي حرة. هي الست شايفة نفسها شابة صغيرة، شايفة نفسها، وده مش بالسن على فكرة، مش بالسن. الواحد بيبقى عنده 60 سنة وبقى حاسس نفسه عنده 20-30 سنة، وياما ناس عندها 30 سنة وحاسة نفسها عندها 60 سنة. مش بالسن. الست شابة، الست حاسة نفسها ان هي تقدر تتجوز عادي يعني، مش ست مش عجوزة. الست ما شاء الله عليها صحتها، ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا رب يا مدام هناء. يبقى احنا ليه كده نقف لها؟ ليه نقف لها ونقول لها انت عايزة وبتحب الشباب الصغير؟ هي الست راحت جابته ولا هو اللي جيت قدم؟ وفي الاخر انتوا ما شاء الله عليكم
يعني قلت له كلام يعني تنمر وكلام يعني صراحة ما يصحش، يعني سواء على العريس ده ولا سواء على العريس بتاع الامارات. ما كل واحد يا جماعة يخليه في حاله. ومدام هناء، تاني مرة بقول لك يا مدام هناء، تاني ولا تالت مرة، اي عريس يجيلك ربنا يتمم على خير يا مدام هناء. وما تطلعيش تقولي غير لما كل خلاص بتكتبي الكتاب قولي انا بكتب الكتاب دلوقتي، عشان انت شايفة التنمر وشايفة الكل باصص لك ازاي، واديكي بتقولي ان الست قالت لك هنبوظ لك اي جوازة. فمش فاهمة ليه يعني مش فاهمه ليه مثلا انت كنت واخده جوزها، يعني ما دام الست اللي طالعه تقول الكلام ده كنت انت متجوزه جوزها ولا متجوزه باباها ولا انت قتلت لها قتيل ولا بينك وبينها عداوه ولا ايه؟ مش فاهمه عشان تيجي تقول لك احنا هنبوظ لك اي جوازه تتجوزيها. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم يا رب. انا طولت الفيديو معلش يا بنات بقى. يلا يا مدام هناء ربنا يبارك فيكي وفي صحتك وفي عمرك ويبعد عنك الناس الاشرار. يلا يا بنات عشان ما اطولش اكتر من كده، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.